درس تبع جماعة الإخوان وبعض بقايا الإخوان الموجودين في وزارة التربية والتعليم، كيف هتتعامل معهم؟ يعني طبعا هنشوف الموضوع وهندرسه بشكل جيد. وعايز هقول تاني أن المدرس له تأثير خطير جدا عن التلاميذ وعلى عقول التلاميذ، لذلك ينبغي ألا يبث أي معلومات أو آراء تنتمي إلى جماعة أو إلى أي تنظيم. لابد أن يكون كل المدرسين بيتكلموا عن وطن واحد، عن مصر، كلنا بننتمي إلى مصر. يعني عايز سوف يتخذ إجراء بمنتهى الشدة، على الأقل عزله أو مش عزله، يعني هنقول تحويله إلى وظيفة إدارية. طب والمدارس التابعة للجامعة يا فندم؟ طبعا انتوا حضرتك عارفين كلها محطوطة دلوقتي بشكل معين وسميناها 30 يونيو، وفيها مجلس بيديروا أولياء الأمور، وطبعا لأن يهمنا طبعا مصلحة التلاميذ قبل أي حاجة. ومشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف في أول لقاء إعلامي له الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الجديد. معالي الوزير، مساء الخير وألف مبروك بداية. مساء النور يا فندم، والله يبارك فيك وشكرا على الجهد الكبير اللي CBC اللي بتعمله نوع من الرواج للثقافة وتنشيط الوعي المصري بكل برامجها الجميلة والرائعة. شكرا جزيلا معالي الوزير. بالحديث عن الثقافة وتنوير الفكر، يعني تحديات كثيرة تنتظر حضرتك خاصة في المرحلة التي تمر بها مصر، تحديات التنوير الفكري، تحديات تغيير الخطاب الثقافي، تحديات كيفية مواجهة الإرهاب بالفكر والثقافة. ما هو خطتكم في الفترة المقبلة معالي الوزير؟ والله هي خطتي، هي خطة كل المصريين اللي الشرفاء الأمناء حريصين على ان هم يؤدوا دور وطني ويعرفوا طبيعه المرحله. جهود كل المثقفين والادباء والفنانين وكل من هو مهتم بالثقافه ويعمل فيها هي خطه وطنيه من الدرجه الاولى. الوعي بطبيعه المرحله، تجنيد كل لجعل الشعب كله على روح واحد، كل الابداع في كل فنونه ومجالاته المتعدده. لابد ان تخدم قضيات في حربنا على الارهاب، قضيتنا في بس روح الوطنيه. وزاره الثقافه على مدى تاريخها الطويل لعبت دورا كبيرا في نشر الوعي والفكر من خلال الثقافه الجماهيريه ومن خلال محاربه الارهاب. وكلنا نتذكر الافلام اللي انتجت وكانت يعني بدعم من وزاره الثقافه في مرحله من المراحل، وكان بتوجيه كبير لطاقات الفنانين والادباء والمثقفين في انتاج مسرحيات وافلام وقصص وروايات وندوات. ده كله مهم ان يجند هذا الوطن. وايضا والاهم والضروري اننا نعمل جميعا في اتجاه ان بس الروح الوطنيه، ان نلتف حول المشروع الوطني المهم الذي يتم دفعه بقوه في هذه الايام بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فده من الاهميه ان احنا نعرف الى اين نتجه. هناك مشروعات قوميه موجوده يحتاج ان يعلم الاجيال بها. هناك نوع من المناسبات والقضايا الملحه التي يجب ان نعالجها، وبالتالي ان نتكاتف جميعا ونكون يدا بيد في هذا المجال، هيكون له اثر كبير على ان شاء الله في المرحله القادمه. طيب سياده الوزير، يعني بالحديث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث سابقا هو عن الحاجه الى ثوره في الافكار و يعني جذب الشباب حول قضيه الوطن والانتماء له. ما هي اولوياتكم في هذا المجال في الفتره القادمه ايضا؟ انا لا اخفي عليك سرا، طبعا ده كان ما زال هذا التوجيه وما زال وزي اللي احنا تلقيناه من الرئيس اليوم، وبنتجه بشكل قوي في هذا الموضوع، لان احنا كل الطاقات قطاع الفنون التشكيليه سوف يجند في نشر الوعي وايجاد في نوع من المسابقات الكبيره والمهمه لحشد طاقات الشباب في مجال الفنون التشكيليه، كذلك في مجال المسرح، في مجال السينما. وزاره الثقافه تدعم بعض الافلام، فلا بد ان تكون الافلام من خلال المسابقات مرتبطه كثيرا بالتوجه الوطني وبنشر الوعي بشكل جيد، بما يسمح بان المجتمع يستفيد ويلتف حوالين قضاياه حاليا، ولا يكون مشتتا ولا يكون كلها جهود تسير في طرق شتى. لابد ان تسير كل الجهود في طريق واحد، وهو التكاتف التام بجميع مؤسسات الدوله في التغلب على قضايا الجهل والفقر وقضايا الارهاب وقضايا يعني انا عاوز يعني يكون في نوع من النشاط الثقافي الذي يجعل دائما ان الوطن ظاهر بشكل قوي
في كل قلوب المصريين وعقولهم بشكل مسلم. طب يعني سيادة الوزير في هذا السياق أيضا استوقفني يعني 3 تعبيرات حضرتك استخدمتهم في معرض حديثك. حضرتك تحدثت عن تنقية الوعي، وتحدثت عن الثقافة الجماهيرية، وأيضا تحدثت عن المشروع، يعني ضرورة إيجاد مشروع وطني. كيف يمكن تطبيق هذا في فترة نحن في حاجة إليها أن تكون الخطوات سريعة وأيضا مهمة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر؟ يعني وزارة الثقافة لديها من الهيئات والمؤسسات ينتظم فيها المثقفون والأدباء والكتاب، مجلس أعلى للثقافة، الهيئة العامة لإدارة الكتب والوثائق القومية، الهيئة العامة للكتاب، قصور الثقافة، وكلها يعني مثقفون مصر يا إما يعملون فيها يا إما على صلة بها يا إما يعملون من خلال مشاريع. وبالتالي فكل هؤلاء هيتم ده يكون في نوع من التجنيد لمثل هذه الثقافة وإيجاد مشاريع كلها تنتظم وكلها تسير في طريق واحد. ما هي التحديات التي نواجهها حاليا وكيف يمكن ان نتغلب عليها من خلال الفكر والابداع والافكار الجديده، الافكار الخلاقه، وايضا كيف ننتظم جميعا ايضا في حمايه هذا الوطن من كل المخاطر المحيطه به سواء من الداخل او حتى من الخارج. طيب معالي الوزير، يعني إذا سمحت لي، أنت كرجل ثقافة يعني أنت معروف في الوسط، وسط المثقفين بالطبع، دكتور عبد الواحد النبوي، لكن كيف تقدم نفسك للمواطن العادي الذي يتعرف عليك في التو واللحظة؟ يعني أنا أتصور إن إحنا يعني إذا المواطن العادي بالنسبة لعبد الواحد النبوي هو اولا خليني الاول اسمحي لي ان هو هيعرفنا من خلال الاعمال القادمه، لان احنا هننزل لكل نجع وكل كفر وكل قريه، لن تكون هناك مركزيه وفي في القاهره فقط، وبالتالي يعني ليس شرطا ان يعرف من هو الشخص الموجود على راس الوزاره بشكل كبير بقدر ما ان شاء الله يرى جهوده بتعاون كل القائمين في وزاره الثقافه. لدينا فريق رائع ومهم من القيادات، وهناك قيادات قادره على الابداع، وهناك ان شاء الله في قيادات شابه كمان هتظهر على الساحه وهتقود مؤسسات ثقافيه بشكل قوي ان شاء الله. في هذا السياق ايضا معالي الوزير، كيف تعرف سيادتك منصب وزير الثقافه؟ هل في رايك هو منصب سياسي، منصب اداري، ام منصب فني؟ يعني اولا هو المنصب الوزاري بتعريفه العام يعني وكل يعرفه انه بيكون منصب سياسي بالإضافة، لك ان تعرفي ان منصب الوزير هو منصب سياسي بما يساوي 80% و20% بيبقى منصب فني ومنصب مالي، يعني ايه جزء منه لا يجوز ان احنا نجعل الوزير هو يعني محصورا في تعريف واحد او بواسطه هيئه. اذا اضطر الامر ان ينزل لمستوى التفاصيل الدقيقه على مستوى كل هيئه من الهيئات لابد ان يكون ملما بهذا. اذا احتاج الامر يعني ان يلقي خطابا سياسيا يعبر به عن وضع وزارته والمؤسسات التي تعمل معه وعلاقاته بالمؤسسات الثقافيه سواء في الداخل او الخارج، لابد ان يكون على هذا المستوى. وبالتالي انا رايي ان الوزير لا اريد ان اقول كلمه شمولي، ولكن لو يكون وزير متكامل يستطيع ان يتحرك على كل الناب، ولا يجب ان هو يترك بعض الامور. وده يعني ده من خلال تجربتي من العمل في دار الكتب والوثائق القوميه، كنا دايما حريص على انك انت تلم في التفاصيل حتى ادق التفاصيل في الشؤون الماليه نفسها اللي هي تعتبر عصب اي مؤسسه في العمل. نعم. طيب حضرتك تحدثت عن انه منصب الوزير هو في الاساس يعني منصب سياسي بنسبه 20%. في هذا 80% و20% فني ومالي. طيب اذا يعني السياسه او المنصب السياسي هو الغالب على هذا المنصب. في تصورك ما يمكن ان تقدمه من خلال 80% من المنصب السياسي؟ لا يعني هو طبعا لا، المنصب السياسي هو ان تضع السياسات وان تشرف على تنفيذها، هو ده الاساس في البدايه. نعم. فبالتالي يغلب عليها الجانب السياسي. ان تتابعي الاستراتيجيات التي تنفذ في خلال وزارتك ده مهم، ان تكون قادر ومدرك لكل ابعاد ومخاطر السياسات وكيف تنفذ وكيف تكون فاعله ونشيطه في اوقاتها وبدون يعني زي ما بقول ان احنا يعني تاخذ اكثر من وقتها. ده الدور في هذا الامر. طيب معالي الوزير، حضرتك تحدثت ايضا عن اهميه وضروره ايجاد مشروع وطني ثقافي يلتف حوله الجميع. في رايك ما هي يعني ملامح هذا المشروع في الفتره القادمه؟ هي المحافظه على مصر قويه وقادره وتتبوى مكانتها في هذه المنطقه، وان نساعد بجميع مؤسسات الدوله على اختلاف تنوعها في ان تؤدي دورها
وأن يقتنع المواطن بشكل فاعل بأننا دولة لها تاريخ ولها من القدرة والقوة ما يجعلها أن تستمر الأجيال القادمة وأن تؤثر فيما حولها. طيب معالي الوزير، ايضا بيرى البعض انه النخبه الثقافيه في مصر، يعني نتحدث عن رؤيه موحده تجاه قيمه مصر الحضاريه والتاريخيه، البعض بيرى انه النخبه الثقافيه في مصر هي نفسها في حاجه الى جسور تواصل، هل اولا تتفق مع هذه الرؤيه؟ واذا كنت سيادتك تتفق، ما هي اليات هذه جسور التواصل من وجهه نظرك؟ لا، انا اتصور ان في هناك جسور موجوده، لكن قد تحتاج الى تقويه وقد تحتاج الى تضافر وقد تحتاج الى مد جسور جديده، لكن هناك في نوع من التواصل ما بين حتى الاجيال الادباء والفنانين والممثلين وغيرهم، او حتى ايضا في الافكار، يمكن والافكار الى حد ما تنتقل بسهوله ما بينهم. المطلوب في المرحله القادمه كيف يمكن ان تتضافر هذه الدول في خدمه المشروع الوطني المصري الموجود حاليا في هذه الدوله منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو. معالي الوزير الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الجديد، كل التمنيات لحضرتك بالتوفيق وسداد الخطى إن شاء الله، نرى قريبا يعني نجاحات على الأرض بإذن الله. شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. بننتقل الآن إلى الزميل عوض الغنام حيث يجري لقاء مع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القويش، ننتقل إلى هناك. معتزة، تحياتي لك أولا من هنا من مقر الهيئة العامة للاستثمار التي شهدت اليوم أحداثا هامة للغاية، بدءا من اجتماع الأول للمحافظين برئاسة رئيس الوزراء، ثم المؤتمر الصحفي العالمي لكل من وزيري الاستثمار والتعاون الدولي لتوضيح الصورة الكاملة والنهائية للمؤتمر الاقتصادي العالمي الذي من المرتقب أن يتم إقامته خلال أسبوع في شرم الشيخ. ثم كانت النهاية مع التغيير الوزاري الفجائي الذي من المنتظر أن يحدث نقلة نوعية في أداء الحكومة المصرية في الأيام القادمة. يسعدني ويشرفني على الهواء مباشرة أن يكون معي سعادة السفير حسام قويش المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية. سعادة السفير، تحياتي. أهلا بحضرتك. سأبدأ بالخبر أو الحدث الأخير الخاص بالتعديل الوزاري، ما الذي سيضيف هذا التعديل في أداء الحكومة في الأيام القادمة؟ يعني بكل تأكيد المرحلة الحالية بتتطلب إيلاء المزيد من الجهد لتنفيذ المشروعات القومية الكبيرة اللي بتعدها الدولة والخطط الخدمية اللي